مستشفيات. مع العلم أن وزير الكهرباء كان مصرح أن لن يقومون بقطع الكهرباء، وسمعنا أن سبب قطع الكهرباء هو سرقات لمحولات. أيوة بالضبط صح. فهذه شنو يعني منو ممكن يتحملها؟ هم الحكومة، وهذه بالأخير متأثر المواطن. مش عارف الحين الحكومة هي مسؤولة، وهو الدستور أعطاها السلطة أن المهيمن على مصلحة الدولة، هي اللي تدير الأمور. فعطوا خلت نازل الحكومة لسلطتها حق المجلس الأمة عشان يعرفون أنهم يشتغلون. هي مسؤوليتها، هذا دورها أصلا، وهو الدور المناط فيها الحكومة. نعم. فعضو مجلس الأمة له الدور الرقابي والتشريع. فالآن الحكومة تزعل الآن في فترة، وأنا جربت وعرفت في كثرة الأسئلة أو في الاستجوابات. نعم. لأن النائب أنا دوري للرقابة والتشريع عليك، أنا اللي حاسبك. بس ما تعتقد أن اختلفت هذه الأداة؟ يعني اليوم من يتكلم عن الاستجواب أو المساءلة السياسية طريقتها أصبحت تخويف أكثر ما هي رغبة في الرقابة. يعني أنا أعتقد الحكومة أو الوزير اللي عنده ثقة في النفس نعم. ما يخاف من الاستجواب ولا من الأسئلة. نعم. لأن أنت إذا صرت نظيف ما عندك شيء تخفيه. صحيح. عدو ولا؟ صحيح. أنا اللي عندي على الطاولة على المكشوف. وأنا على ثقة يعني وفضل الله عز وجل، يعني الفترة اللي أنا جربت يشهد الله عليه ما يوم من الأيام وقفت موقف اللي مراعي الله عز وجل فيه. لا ضغط تيار ولا ضغط شارع، بقناعاتي الشخصية. نعم. فأنا من على التيارات السياسية أي هي الأقرب لك أبو براك؟ والله الأغلبية أنا قريب من الجميع. من الجميع. قريب من الجميع، وسبق وأنا جربت. تصنف نفسك كشخصية محافظة كويتية محافظة؟ اي نعم، انا محافظة مستقل. نعم. طيب القضايا اللي انت تحس انها هي فعلا يعني تبي تركز عليها اذا الله كتب لك الفوز في الانتخابات القادمة؟ انا اقول لك القضايا، انا بالعلن اقول نعم. من اول يوم اذا حالفني الحظ راح اسال الحكومة عن برنامج عملها. حلو. واذا جت حكومة فعلا عندها برنامج عمل وعندها نية اصلاح وبتحل مشاكل اهل الكويت، لا احنا اول من يسندها، ما عندنا مشكلة، ما عندنا خلاف. مع اني انا اقول لك حقيقة تضررت من كل انتخاباتي لمواقف سابقة في المجلس، دفعت ثمنها في الانتخابات بس ماني زعلان. شلون دفعت ثمنها؟ كانوا يشترون ذمم الناس، كانوا يدفعون حق الناس عشان يسقطون حسين من انتخابات 99. المكشوف بالاسم؟ اي بالاسم. ليش انت بالذات؟ الخصومة السياسية المفروض تكون مع ان انت يعني ما تكون ذو طرح هادئ، يعني تحاول الاصلاح بشكل عقلاني. ليش يحاربونك انت وانت شخص اللي محافظ، ما انت من صاحب صوت جارح او ان انت كنت تهدد احد، كنت دائما تطرح الحلول بعقلانية وهدوء. يعني الحكومة بالفترة السابقة يا انك تبصم لي يا انك خصمي. يا معايا. اوكي. هذا مع الاسف. واليوم اللي ينصحهم هو عدوهم. نعم. زين، اللي ينصحهم. والبلد اليوم وين رايح البلد؟ احنا قاعد نضيع والبلد قاعد تضيع. زين. مع ان الدستور هذا الدستور بفضل الله عز وجل يعني، والله يرحم من شارك في تأسيسه صمام امان. نعم. واحنا جربنا بالغزو، في توارث الامارة. نعم. في كل امور. يعني الدستور الان حتى انا اقول له في كل مكان وفي كل ندوه دخل في اختبارات، يعني دخل في اختبارات يعني واقعيه الان. نعم. يعني الان الاسره واسره الخير موجوده، احنا ملتزمين فيها مو بالدستور، دينا وشرعا ومصلحه بعد. نعم. زين، لان اليوم الماده الرابعه من الدستور تكفل للاسره ما حد ينازعها الحكم، وبنفس الوقت الماده السادسه تكفل للشعب لانه مصدر السلطات. صحيح. فانت هذا الدستور وثيقه بيني وبينك، اخذ حقك واعطني حقي. حلو. انا ما قاعد ازعل. دعوات البعض لاصدار دستور جديد، ما قولك فيها؟ والله انا اتفق معاهم في جانب. اللي هي شنو؟ انا اقول لك اليوم فيه ماده دستوريه واضحه. نعم. واحب ابينها لك. شوف الان من الضرر الان او الدفع في تعديل الدستور لمزيد من الحريات. نعم. في ماده 71 الاصدار مراسيم الضروره، واللي احنا الان مرينا فيها. نعم. وسببت لنا اشكال واقحمه القضاء وامور ما تخفى عليك. نعم. لو تكون يعني الدستور واضح مثل الحين ماده 83 مده عمر المجلس 4 سنوات ميلاديه من اول اجتماع له. بس بقرا لك الفقره الاخيره. نعم. شوف، ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا لضروره في حاله الحرب، حددها. ما يجوز في حاله الحرب الا في حاله الحرب، ويكون هذا المد بقانون. نعم. زين، الحين الدستور هذا وضح ان عمر المجلس 4 سنوات ميلاديه، وما يصير تمده لاي لضروره الا في حاله الحرب.
فاحنا حقيقه كنا متمنين يعني في ماده 71 ان تكون فعلا حتى الضروره كانت موضحه. نعم. واضحه. نعم. حتى الكل يعني بالنسبه حتى لضروره الصوت الواحد اللي طلع في غياب المجلس. جيد. يعني ما يبغى يعني يبقى من احسن الدساتير. يعني انت تؤيد عمليه تنقيح للدستور وتوسيع في الحريات وايضاح بعض المواد التي يجب ضبطها. نعم. بالضبط. نعم. نعم. طيب ابو براك، يعني احنا الوقت مشى معنا بسرعه، نبي كلمتك الاخيره لناخبيك وعموم اهل الكويت باذن الله. انا حقيقه رسالتي لاهل الكويت امسيهم بالخير. نعم. واقول تقبل الله منا منكم ان شاء الله قيامكم وصيامكم. والكويت ميلي فئه دون الاخرى، الكويت حق الجميع. صحيح. حاضره باديه سنه شيعه. فاليوم البلد محتاجه الجميع. فلا احد يستغلكم ويستعطفكم او يستفزكم بالاسلوب الاستفزازي عشان المصلحه انتخابيه مؤقته زائله. فاليوم ادعو للجميع للم الصف والوحده الوطنيه. فاليوم الكلام للجميع لاهل الكويت كلهم، ما لنا بلد الا هذا البلد، فلازم نحافظ عليه. حتى الحكومه صارت سيئه او ادائها ضعيف، نبغى احنا نحافظ على اللي احنا مطلوب منا الدور المطلوب منا. نعم. بالمحافظه بالوحده الوطنيه، احنا اخوان متحابين متجانسين، وهذا بفضل الله عز وجل. انا التمست حقيقه في حمله الانتخابيه، والتمست حقيقه في افتتاح مقر الانتخابي. لما انا طالع الجميع كنت اطالع كل فئات وكل شرائح الشعب، وهذا حقيقه اثلج صدري اني انا فعلا قريب من الشعب الكويتي كله. جيد. بس عفوا ما قبل انسى، وانا حقيقه اسالكم بالله عز وجل نظفوا قاعه عبد الله السالم من القبيضه، كنسوهم كنس، لا تجيبوا لنا قبيضه جدد. قبيضه جدد. اتقوا الله في نعم. بلدكم، وترى هذا قراركم يوم السبت القادم باذن الله. فهذه شهاده ومسؤوليتكم. نعم. فانا نسال الله عز وجل ان لهم ان شاء الله الصواب، وهم كلهم ثقه حقيقه. نعم. ابو براك، نتمنى لك التوفيق، كونك شخصيه محافظه فعلا. انا ارى يعني هذا رايي الشخصي وليس راي القناه، يعني اتمنى لك التوفيق شخصيا، كون يعني تطرح يعني وجهه النظر لجميع الكويتيين وليس لفئه مقابل اخرى. تمنياتنا ان شاء الله لك بالنجاح. وهذا معناه المفروض ما ينقال، ولكن اتمنى لك التوفيق والنجاح، ونراك ان شاء الله كنائب باذن الله بعد الانتخابات في يوم 27. الله يجزاك. اعزائي المشاهدين، شفتوا المرشح، قاعد يعني اتفائل فيك ان شاء الله. شفتوا المرشح حسين براك الدوسري، طرح ما عنده من قضايا. موعدكم معاه يوم 27 وال99 مرشح الآخر يوم في الدائرة الخامسة. فاصل قصير ونرجع لاستقبال ضيفنا ومرشح آخر بعد الفاصل.